جولة كاميرا الحلم العربي في محافظات وألوية المملكة الأردنية الهاشمية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك التقينا بوجهاء وشيوخ وعشائر المملكة الأردنية لرفع بطاقات التهنئة والمعايدة لسيدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. سيد محمود، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير والصحة والسلامة. لا، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير والصحة والسلامة والجميع. ممكن نتعرف عليك؟ محمود موسى التلاوي، الشؤون الشمالية. سيد محمود، ممكن نسمع منك بطاقة المعايدة التي تود رفعها لسيدنا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وإلى الشعب الأردني؟ أقدم أسمى آيات التهنئة والتبريك عني وعن عشيرتي آل التلاوي إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وأقدم له باقات التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وأقول له وللعائلة الهاشمية والأمة الإسلامية كل عام وأنتم بألف خير والصحة والسلامة، وشكرا. والمعابرة من محافظة إربد، أرفع باسمي وباسم أسرتي أسمايات الولاء والتهاني، أرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام والوطن وقائد الوطن والأمة الإسلامية والعربية بألف خير، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ الأردن بقيادة الهاشمية، وكل عام وأنتم بألف خير. أنا يارا معابرة بقول لسيدنا كل عام وأنت بخير، وللبابا والماما كل عام وأنت بخير، ولكل الشعب الأردني كل عام وأنت بخير، ولديتا كل عام وأنت بخير، ولستي كل عام وأنت بخير. أرفع باسمي وباسم أسرتي أجمل آيات التبريك لكل الشعب الأردني بمناسبة العيد، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. كما وأرفع لجلالة الملك عبد الله بن الحسين أجمل آيات التهاني والتبريك بمناسبة العيد، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حمد نايف البشتاوي أبو حمد، مختار عشيرة البشاتوة الفضيين في لواء الأغوار الشمالية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وباسمي وباسم عشيرتي وأفراد أسرتي أرفع برقية ولاء وانتماء إلى سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، ونقول له كل عام وأنت يا سيدي والوطن والأردنيين بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير، والشعب الأردني والأمة العربية والإسلامية، وأدام الله علينا تحت ظلكم راية الأمن والأمان والاستقرار في أردننا الغالي، وكل عام وأنتم بألف خير، وطن بألف خير. أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وطيب الله الأنفاس. عطوفة اللواء الركن المتقاعد غازي باشا الكوفحي، رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى راعي الحفل المبارك، عطوفة الأستاذ محمد منير أبو عين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنظيم العمالة الوافدة وحقوق الإنسان،
أصحاب العطوفة والسعادة، السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم في هذا المساء الجميل من مساءات إربد، مساء معطر برائحة سنابل قمحها وزهر إقحوانها. إربد المحافظة الولود الودود التي أنجبت الكثير من الرجال الذين ساهموا في بناء الوطن والدولة الأردنية الحديثة. أهلا بكم ونحن نحتفل بمناسبات وطنية وقومية شكلت نقاطا مضيئة في مسيرة الأردن والعروبة. إنها عيد الاستقلال ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي. وبادرة طيبة من المؤسسة الوطنية أن تحتفل بهذه المناسبات تعبيراً عن مشاعر الأردنيين المعتزين بقيادتهم الأوفياء لمبادئ أمتهم، والشكر لهذه المؤسسة على هذه البادرة التي تعبر عن عمق الانتماء والحس الوطني. كلمة رئيس المؤسسة الوطنية الأستاذ محمد منير أبو عين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان، كل الإيمان بالله العلي العظيم بأن يحفظ لنا الأردن وطنا وعبد الله الثاني بن الحسين ملكا. الانتماء، كل الانتماء لهذا الوطن العزيز. الولاء، كل الولاء لعميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية أبا الحسين المعظم. الاعتزاز، كل الاعتزاز بأبطال جيشنا العربي المصطفوي. راعي الحفل الكريم الإخوة والأخوات رسميين ومدنيين، باسمي وباسم كافة الكوادر الوظيفية للوطنية أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية أسمى آيات التهنئة والتبريك مقرونة بالولاء المطلق والبيعة الأبدية لأبا الحسين العظيم. بمناسبة عيد الاستقلال ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي في مثل هذا اليوم من كل عام، وعلى مدرجات هذا الصرح الرياضي الكبير، تلتقي كوكبة من أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، وإن تغيرت الوجوه لكن الغاية واحدة: الانتماء للوطن والولاء للملك. في مثل هذا اليوم نستذكر بكل اعتزاز مناقب الهاشميين التي امتزج عطرها بكل حبة تراب من ثرى الأردن العزيز، منذ عهد عبد الله الأول الجد المؤسس طيب الله ثراه شهيد فلسطين، إلى عبد الله الثاني بن الحسين باني الأردن الحديث وحامل لواء الثورة العربية الكبرى والعهدة العمرية بقدس الأقداس. في راعي الحفل الكريم الإخوة والأخوات رسميين ومدنيين، في مثل هذا اليوم نستذكر تضحيات الجيش العربي المصطفوي في فلسطين وأرض العرب أجمعين منذ عام 48 ولغاية حرب 73، عندما وصلت دبابات الميركافة الإسرائيلية إلى مشارف دمشق واستنجدت دمشق بعمان، ولبى الحسين طيب الله ثراه النداء وأرسل خيرة الخيرة
من أبناء الجيش العربي لنصرة دمشق وفك الحصار عنها، وتقدمت جحافل السنشوري الأردنية لمواجهة الميركاف الإسرائيلية بحرب ضروس تشيب لها البلدان. نعم، إنه اللواء المدرع 40 المشهور على مستوى الدولي بشجاعته واحترافه القتالي، واستطاع أبناءنا فك الحصار عن دمشق ودحر العدو إلى ما وراء الحدود الدولية بعد أن أوقعوا بهم خسائر يسيرة بالأرواح والمعدات. نعم أيها الإخوة، هذا هو جيشكم العربي، فوالله أن الجيش العربي ما عرف الهزيمة ولا التراجع أبدا. راعي الحفل الكريم الإخوة والأخوات رسميين ومدنيين، لو تحدثنا سنين طويلة عن إنجازات الهاشميين لما أوفيناهم حقهم، فقد استطاعت القيادة الهاشمية المظفرة بعون الله أن ترقى بالأردن إلى أعلى درجات التقدم والازدهار والأمن والأمان، بالرغم من شح موارده وبالرغم من موقعه الجغرافي الذي فرض عليه بأن يكون في أسخن بقعة في العالم من الحروب المستمرة وعدم استقرار المنطقة. واستطاع أبا الحسين حفظه الله أن يتبوأ الأردن المرتبة الأولى في العالم بالرعاية الصحية والتعليم العالي والأمن والاستقرار والأمن الاجتماعي. يا في جلالة الملك المعظم يا من خلال سهر القائد المتواصل على راحة أبنائنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أصبحت باحترافها وقدرتها على استيعاب الأسلحة المتطورة مضربا الأمثال، وأصبح الأردن في ظل الراية الهاشمية واحة من الأمن والاستقرار ومنارة للعلم والعلماء وموئلا آمنا لكل المظلومين من الأشقاء والأصدقاء. نعم أيها الإخوة، إنه الأردن حمى الهاشميين الأحرار. إن هذه الإنجازات العظيمة ما كانت لتتحقق لولا الجهود الملكية الحديثة والحركة الدؤوبة لعبد الله الثاني بن الحسين وطائرته التي تجوب السماء مشرقا ومغربا من أجل تعزيز مكانة الأردن الدولية وتقدمه وازدهاره وتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة. راعي الحفل الكريم الإخوة والأخوات رسميين ومدنيين، إن حرس الملوك والزعماء يرافقونهم لحمايتهم من شعوبهم الحاقد عليهم من ظلمهم وقمعهم لهم. ونحن في الأردن حينما يخرج حرس أبا الحسين معه يخرجوا لتخفيف ضغوط الحشود الشعبية المتدافعة لتحية جلالته وملامسة يديه الكريمتين. نعم إنه الملك الهاشمي نعم إنه الملك الهاشمي الذي زرع بذرة طيبة في أرض طيبة لشعب طيب يستحق الحياة. أما الذين زرعوا الخبث في أوطانهم هم يحصدون ما زرعوا وهم مختبئون في قصورهم وأنفاقهم السرية، وشعوبهم تحرق الأخضر واليابس للوصول إليهم والانتقام منهم. عالمهم يحترق ونحن نحتفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الشباب، أخواتي الفاضلات، فلذات أكبادنا، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وبوجودكم ينير المكان والطرقات وتخلو الأمسيات.
يطيب من الأطياب طيبة، والجود منكم يجود جوده جودا. يهدى الثناء إلى الكرام كما جرى، هدي العطاء من الكرام رفود. حب الجمال طبيعة الإنسان، وهو المكان عزيز الثقلان. والخوض في الدنيا العريضة رغبة، أوحى بها توق إلى العرفان. هذا هو الأردن، نتفيأ العز العظيم الشان دار الأمان. نشتم رائحة المروءة والوفاء، ونذوق طعم المجد والعرفان. نحظى بخير قيادة وريادة من آل هاشم أشرف الأعوان. هذا الوطن الجد يرغبنا وولاؤنا والعيش بإطمئنان. ومن الشعر ما يروق لنا من نفحات جمالية. والآن مع كلمة نائب المدير العام السيدة تماضر غنيمات، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة راعي الحفل الأكرم، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الإخوة والأخوات الحضور الكرام، استكمالا لما تحدث به عطوفة المدير العام عن عيد الاستقلال ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي، وشعورا منا بضرورة تحمل مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن العزيز، وانعكاسا لرؤى عميد آل البيت عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، فقد قمنا بتأسيس الوطنية لتنظيم العمالة الوافدة وحقوق الإنسان، مساهمة منا بحمل بعض من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأردنيين من أجل رفعة الوطن. إن الوطنية ستكون الأقدر بعون الله على تحمل مسؤولياتها والنهوض بها ومواجهة التحديات وتذليل الصعاب في ظل حضرة صاحب الجلالة أبا الحسين العظيم. ستعمل الوطنية على مكافحة الفقر والبطالة من خلال إعادة الاعتبار للعامل الأردني وعودته لسوق العمل، وتأهيل من هو بحاجة إلى تأهيل بالتعاون مع مراكز التدريب المهني، وصرف رواتب شهرية للعامل الأردني طيلة فترة تأهيله على نفقة الوطنية. كما ستعمل الوطنية على تشغيل ما لا يقل عن 6,000 موظف وموظفة مبدئياً، سواء كان ذلك بوظائف إدارية أو ميدانية كمفتشين ومفتشات وسائقين. ومن خلال ال3 سنوات الأولى سيكون لدى الوطنية أكثر من 100,000 موظف وموظفة، من خلال تأسيس مشاريع استثمارية كثيرة للوطنية مثل شركة تأمين، مستشفيات خاصة ومصانع. هذا بالإضافة إلى بناء مركز وطني استراتيجي للتخطيط والتنظيم، مهمته وضع خطط استراتيجية للحكومات وإعداد برامج عمل للوزارات يقدمه المركز مجانا للدولة. ستعمل الوطنية على الحد من الجريمة على الأراضي الأردنية من خلال عدم استخدام عمالة وافدة ما لم يكن السوق المحلي
بحاجة ماسة لذلك، وسيتم ضبط الوافدين من خلال آلية أعدتها الوطنية لذلك. سيتم رفض خزينة الدولة بما لا يقل عن 3 مليارات دولار من خلال الآلية التي وضعتها الوطنية لتحصيل الأموال المستحقة على الوافدين لسنوات طويلة كانت بحكم الميتة. إن عدم استخدام عمالة وافدة للسوق الأردني ما لم يكن السوق بحاجة لها سيعيد للدينار الأردني قوته الشرائية، وينعكس ذلك على التاجر الأردني وخاصة المستوردين، ويعزز من احتياط البنك المركزي الأردني من العملة الصعبة بسبب الحد من هجرتها وخاصة الدولار، مما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين بقوة اقتصادنا واستقراره. راعي الحفل الكريم، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الأفاضل، أكتفي بهذا القدر اليسير مما ستحققه الوطنية لأبناء هذا الوطن من إنجاز، سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبات الوطنية في الأعوام القادمة بتحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة للوطن والمواطن. حفظ الله لنا الأردن، وتحية لجيشنا العربي المصطفوي مقرونا بولائنا المطلق لعميد آل البيت أبا الحسين حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسعادة نائب المدير العام، عطوفة راعي الحفل، السيدات والسادة، لقد حبانا الله في هذا الوطن العزيز بثلاث: قيادة هاشمية مستمدة شرعيا ودينيا وتاريخيا، قيادة التحمت بالشعب والتحم الشعب بالقائد، وشعب لا يعرف إلا الله ربا ولا يعرف غير عبد الله